صباح الخير او مساء الخير حسب ما تسمعوني امتى. كل الناس اللي في الجامعات اللي ظهره وجعه واللي مفاصله وجعاه واللي طول الوقت مرهق واللي طول الوقت تعبان وحاسس ان هو مش قادر يعمل حاجه، اللي مكتئب اصلا، جايه لكم من المستقبل. فبقول لكم في تحليلين لازم تعملوهم عشان ما تتاخروش في ان انتوا تعملوها، لان الموضوع بيقلب بحاجات مش احلى حاجه في الدنيا. فحابه ان انا اقول لكم شويه حاجات. انا مش دكتوره ولا اي حاجه والله، بس لو انت في كليه عمليه زيي، انا فنون تطبيقيه، فلو انت في كليه عمليه زيي هتحتاج التحليل ده جدا جدا جدا، لان هيجاوب لك على اسئله كتير انت محتاج تجاوب عليها. فاي حد عامه في جامعه لازم يعمل التحليل ده اللي يطمن على نفسه بس للاطمئنان مش اكتر. اول تحليل هو فيتامين د، ده تقريبا يعني نص مصر دلوقتي بقى عندها نقص فيتامين د، فلازم تطمن على نفسك وتروح تعمل التحليل لنقص فيتامين د، تعرف عندك نقص ولا لا. ولو عندك نقص يعني ايه في السريع كده الحقه، لان هو بيأثر على الشعر وبيأثر على المفاصل وبيأثر على الجسم، وجع الجسم والظهر بالذات، معاناة. معاناة. طيب تاني حاجة هو مقاومة الانسولين، لان ده احنا طول الوقت في الكليه بناكل غصب عننا من بره، طول الوقت احنا اصلا معظم الوقت في بره، يعني بره البيت. ففكره الاكل الصحي ده وان احنا ناكل اكل صحي والجو ده بقى غصب عننا، حتى ما نقدرش نعمله. يعني اللي قادر يعمله ده بيبقى شابوه قوي ان هو عارف يعمله، بس تبقى محتاجه خطوه كبيره قوي ان انت تقدر تعملها. فلو انت ما بتعملش ده ومش قادر تنتظم على ستايل اكل صحي، وانت بره الكليه بتاخد لانش بوكس بقى وبتاخد سندوتشات وبتاخد حاجتك اصلا من البيت وبتاكل معظم الاكل من بره، حاول ان انت تعمل مقاومه الانسولين، لان انت دي اكتر حاجه لازم تلحقها في الاول. فنصيحه مني روح اعمل التحليلين دول لان هم مهمين جدا جدا جدا. والاحسن اصلا ان انت تعمل صوره دم كامله علشان تبقى في المضمون، تبقى عارف كل حاجه عندك، ولو في حاجه او في مشكله تبقى عارفها. يعني فاهمين اقصد ايه؟ معرفش انا اصلا، يعني انا بجد كنت متردده قوي نعمل الفيديو ده. بس انا حسيتها هبقى ويرد قوي، هبقى غريبه قوي، بس حسيت ان برضو دي تجربه. فحابه ان انا اقولها عشان يمكن حد بيسمعني بيحبني يعمل كده فيلحق نفسه او يلحق حاجات كتير قوي تاخيرها بيبقى مش احلى حاجه في الدنيا. بس انا مش هطول معاكم اكتر من كده. لو انتوا اول مره تسمعوني او تشوفوني دوسوا سبسكرايب ولايك على الفيديو ده لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان الفيديوهات الجايه ان شاء الله كلها توصل لكم، واشوفكم فيديوهات جايه كتير ان شاء الله.